بيبدأ مسلسلنا ببنت عايشة لوحدها في شقة مقفلة كل شبابيكها بورق، وبتكون البنت دي عندها قوة غريبة إنها بتشوف خطوط حمراء خارجة من راس الأشخاص، والخطوط دي بتعبر عن عدد العلاقات الحميمية اللي الشخص ده عملها، وإن هي بتشوف الخطوط دي من ساعة ما اتولدت، وإن مع كبر سنها فهمت تلقائيا معنى الخطوط دي، وإن وهي صغيرة إنها اكتشفت الموضوع ده منها، وإن أبوها كان بيقيم علاقة مع خالتها وده خلى امها تقتل ابوها. ومن ساعتها والبنت حست بالذنب وان الخطوط دي ممكن تسبب قتل حد، وحاولت كذا مرة تقتل نفسها، لكن في كل مرة كانت بتحاول كانت بتتنقذ. وفي يوم بتكون البنت واقفة في الشباك وفاتحة حتة صغيرة من الورق اللي على الشباك وبتبص على الناس، وبيكون شخص ما خارج من راسه عدد الخطوط، لحد ما بتشوف في الشباك اللي قدامها بنت واقفة بيكون خارج من راسها عدد قليل من الخطوط، وبتبص لها وبتبتسم ليها بلطف، لكن البنت بتخاف وتقفل ورق الشباك في وشها. ولكن البنت بتجيلها وبترن على بابها، لكن البنت بتبص من عين الباب ومش بتفتح لها. لكن البنت بتحط كيس الفاكهة قدام بابها وبتقول لها انها تاكلها قبل ما تبوظ. وبعدها بنلاقي بطلنا الوسيم هان اللي بيكون داخل إدارة الشرطة لأنه شرطي. أول ما بيدخل بيكون إنه قدم بلاغ على المتنمرين اللي بيضايقوا بنت أخته، وبعدها بنلاقي بنت أخته هيون بتتضرب من مجموعة متنمرين. بتكون بنت بتضربها بقوة لأنها عرفت إنها خلت عمها يبلغ عنهم، وبتهددها إنها لو ما جابتش ليها فلوس هترميها من فوق سطوح المدرسة. ونرجع نلاقي بطلنا واقف في مسرح جريمة، البنت عندها 29 سنة مخنوقة، ولكن بيكون مسرح الجريمة مدير بشكل كويس جدا. فلما بياخدوا شهادات الناس اللي ساكنة في العمارة بيقولوا إنها كانت بتطلب من راجل توصيل بيلبس خوذة، لكن في اليوم اللي اتقتلت فيه بتكون ما طلبتش أي حاجة. وبعدها بنلاقي البنت قاعدة في شقتها وبتكون بتاكل الفاكهة اللي البنت جارتها جابتها لها، لكن بتشوف الأخبار عن البنت اللي اتقتلت في نفس الحي بتاعها، وبتكون تالت جريمة قتل في الحي ده تقريبا. لكن بتشوف الراجل اللي لابس خوذة ده بيكون خارج من راسه خط واحد بس، فبتستغرب وساعتها بتحس ان هو الجاني. وفي اليوم التاني بتكون هيون ما راحتش المدرسة عشان بيكون مش معاها فلوس تديها للمتنمرين، لكن البنت المتنمرة بتكسر الخزانة بتاعتها وبتلاقي شنطة فيها هدوم مع كارت. وبعدها بتكون هيون في البيت بتروح لعمها وتقول له انها عايزة فلوس، فبيديها مبلغ صغير وبيسألها هي عايزة ليه، لكنها بتقول له انت مالكش دعوة، وبتتكلم معاه بشكل وقح. فساعتها بيلاحظ الضرب اللي على جسمها ووشها وبيتضايق جدا. وبالليل بنلاقي البنت كانت واقفة في الشباك عادي، لكنها بتلاقي الراجل اللي بخوذة، وساعتها بتتصدم وبتطلع تليفونها بسرعة وتشحنه عشان تتصل بالبوليس. وبتروح تاني بسرعة فتلاقيه طالع للبنت جارتها، فبتروح بسرعة تمسك التليفون وتتصل بالطوارئ، وبتقول لهم انها شافت الراجل اللي بخوذة طالع شقة بنت وانها في خطر. لكن بتلاقي ان الراجل ده بدأ يقيم علاقة مع جارتها، وبيطلع من راسه خط احمر تاني نحو البنت جارتها، فبتقفل التليفون بسرعة. وفي اليوم التاني بيكون هان بيلاقي مكالمة من شرطي زميله بيقول له ان في حد في مبنى قدامه اتصل بالطوارئ بالليل وبلغ عن الراجل اللي بخوذة. فبيروح لها هان بيرن عليها، لكنها بتبص عليه من العين السحرية، فبتلاقي ان طالع من راسه خطوط حمراء بعدد كبير جدا، وهي اصلا بيكون عمرها ما شافت حد عنده كمية الخطوط دي في حياتها. لكن بيكون نازل راجل من على السلالم وبيقول له انها شبح المبنى، وانه مهما حاول هي مش هتفتح، وانه ما يضيعش وقته على الفاضي. ولكن هان بيخبط تاني وبيقول لها انه عارف انها اتصلت بالطوارئ، وانها لو شافت اي حاجة تحكيها له عشان ممكن تفيد في القضايا التانية. فهي بتفتح الباب حبة وبتقول له انها اول ما شافت الراجل ده حست بالخوف على جارتها، لكنها لقت انه حبيبها عادي، وانها بس كانت خايفة عليها وقفلت الباب في وشه. وبالليل بيكون هان في إدارة الشرطة بيكون قاعد مع زميله وبيحكي له ان الضحية كان حبيبها السابق ساكن في نفس الحي وهم قريبين جدا من بعض، والراجل ده برضه بيكون حبيب جارة البنت اللي بلغت. فبيحس ان الصدفة غريبة، فبيطلب منه هان انه يوريه صورة الولد ده، وفعلا بيوريه. فبيفتكر انه نفس الولد اللي كلمه على السلم، فبيقول له انه لازم يروحوا يدوروا في الموضوع ده حالا. فبيكونوا هيروحوا فعلا، لكن بيجي مكالمة لهان فبيضطر انه يسيب زميله يروح لوحده. بيروح هو بسرعة المستشفى، بيكون ابو واقف على سطح المستشفى وعايز يرمي نفسه، لكن الممرضين بيمسكوه بسرعة وينزلوه. وفي نفس الوقت في مكان تاني بتكون هيون قاعدة في محطة الأتوبيس، بتلاقي رسالة من البنت المتنمرة انها تيجي المدرسة وتجيب معاها الفلوس. فساعتها هيون بتلاقي ست طالعة من بنك وبتحط فلوس في شنطتها، فبتروح وراها بسرعة وبتفضل متابعاها لحد ما بيجي الوقت اللي هتمسك في شنطتها. لكن بيجي ناس وتفصل ما بينها وبين السن وهم بيعدوا، وبيكون زميل هان وصل شقة الولد ده
بيلاقي حاجات غريبة جدا. فبيتصل بهان، لكن الولد ده بيكون في الشقة وبيضربه بقوة، ولكن هان بيسمعه وبيزيد سرعة عربيته عشان يوصل لزميله أسرع. لكن الولد بيكون فعلا لبس خوذته ونزل عشان يروح للبنت، لكن البنت بتشوفه هو طالع للبنت فبتمسك سكينة وبتنزل عشان تنقذ البنت. لكن هي بتكون مش عارفة تنزل من على السلالم لأنها كانت معزولة لفترة طويلة جدا وكانت بتزحف عشان تنزل. لكن أول ما بتنزل بتقعد على الأرض، وساعتها بيتهيأ لها إنها شافت إنها أمها قاعدة قدامها وبتمدلها إيديها اللي بتكون مليانة دم. في نفس الوقت بيكون الولد ده طلع للبنت اللي بيكون اسمها جيونج، لكن الولد ده بيكون هو كمان بيقدر يشوف الخطوط دي. بيمسك البنت وبيبدأ يخنقها، لكن البنت بتيجي بسرعة، لكن الولد بيبصلها واستهزاء وبيمسك منها السكينة ويطعنها في بطنها وبتقع على الأرض. فبيرجع الولد عشان يخنق جيونج، لكنها بتوقع منه نضارته، فبيفضل يدور عليها بسرعة. وبعد ما بيلاقيها بيمسك جيونج ويضربها بقوة، لكن أصلا البنت بتكون مش بتتأثر بالطعنات بسبب القدرة الخارقة اللي عندها. بيكون في نفس الوقت بيطلع هان لشقة البنت، فبيشوف من شباكها اللي بيحصل في شقة جيونج، فبيطلع مسدسه، بس بتبدأ البنت تزحف ناحية الولد ده وبتطعنه بالسكينة في رجله. لكن قبل ما يضربها بيصوب عليه هان، ولكنه مش بيكون همه غير ان الخط اختفى من راسه. وبعدها بيجي البوليس والاسعاف وينقلوا كل من جيونج والولد اللي بيكون مات. فبيجي هان للبنت بيقول لها انها لازم تيجي معاه اداره الشرطه، ولكن بتيجي هيون وبتستغرب لما تلاقيه واقف مع البنت دي، وبتكون كانهم عارفين بعض. ولما بيرجع البيت بيدخل لهيون، ولكنها بتكلمه بشكل وحش وبتقوله لو انت هنا عشان تديني فلوس ادخل، غير كده اطلع بره. لكنه بيقول انه مش الاي تي ام بتاعها، ولكنها بتقوله ان البنت اللي كان واقف معاها دي اسمها جيو، وانها كانت معاه في المدرسه المتوسطه، وان امها قتلت ابوها بعد كده هربت. وبعدها بنلاقي جيو قاعده لوحدها وبتشيل نضاره الشمس وبتبص تلاقي الخطوط دي قدامها، ولكن هي بتحس بالفخر لان قدرتها دي طلعت مفيده، وبتسال نفسها اذا كانت تكمل ولا تفضل منعزله. ولكن بتلاقي رسالة على تليفونها من رقم مجهول بيقولوا انه عنده نفس القدرة دي وانها تيجي مدرسة ارك الثانوية. وفي اليوم التاني بتكون المعلمة ماشية في المدرسة، لكن بيجي طالب وبيديها الأوراق اللي وقعت منها فبتشكره. وبتكون هيون ماشية في المدرسة وهي خايفة من المتنمرين، وأول ما بتدخل الفصل بتلاقي إن المتنمرين بيرسموها بيتريقوا عليها، وبتكون المتنمرة ماسكة الكارت وبتقرا بطريقة استهزاء وبيتريقوا عليها. فهي بتروح بسرعة وتوقعها من على الكرسي وبتحاول تمسك منها الكارت، لكن المتنمرة يونج بتضربها بقوة. فبتدخل المعلمة وتمسك يونج من شعرها وبتبعدها عن هيون، وبتقعد معاها وتتكلم وتقول لها ان مهما حصل ما ينفعش العنف. لكن هيون بتطلب منها انها تروح بدري، وهي بتمسك شنطتها وتروح بتلاقي نضارة محطوطة في الخزانة بتاعتها فبتاخدها. وبيكون هان قاعد مع زميله وبيقول له انه لازم يكتب تقرير لانه اطلق النار على المجرم ده وان الاعلام ممكن يهجم عليه. وزميله بيقول له انت ليه فاتح ملف القضيه، احنا كده كده مسكنا القاتل. لكن هو بيقول له انه عايز يعرف دوافع قتلهم. وبعدها بيروح هان لشقة الراجل ده، فبيروح ويلاقي انه راسم خطوط حمراء كتير على الحيطة. وفي نفس الوقت بتكون هيون واقفة قدام المراية وبتجرب النضارة، ولكنها بتلاقي خط احمر بيطلع من راسها، وبتطلع لعمها فبتلاقي انه طالع من راسه خطوط كتير، فبتقلب وتصوت وتجري لاوضتها. عمها بيتفاجئ لكنها بتخرج من اوضتها بسرعه وتخرج، لكنها بتلاقي ان كل الناس في خطوط حمراء بتطلع من راسهم. وفي اليوم التاني بيجي عمها وبيكون عايز يوصلها المدرسه، لكنها بتبص للخطوط الحمراء بتاعته باستحقار وبترفض. وبتكون ماشيه في المدرسه مبسوطه، لكن بتشوف خط احمر من راس يونج وبيكون رايح عند اوضه المدرسين، فبتروح بسرعه عشان تعرف هي في علاقه غراميه مع مين، وبتلاقي انه مدرس اللغه الكوريه بتاعهم. بعدها بتكون قاعده في الفصل عادي لحد ما بتيجي المعلمه ويتقدم لهم طالبه جديده واللي بتكون جيو. بتطلب منها المعلمه انها تعرف نفسها، لكن جيو بتكون مش عارفه تتكلم فبتسكت وبتروح تقعد في مكانها. وبعدها بتكون هيون على السطح مع المتنمرين ويونج بتضربها عشان هي ما جابتش ليهم اي فلوس، ولكن هيون بيكون مش همها. ولكن فجأة بتظهر جيو بتمسك يونج وبتكون عايزة توقعها معاها من فوق السطح، لكن يونج بتكون خايفة وبتوعدها انها مش هتيجي جنبهم تاني، بس تبعد عنها وفعلا بتبعد عنها. وبعدها بيكون هان في المدرسة وبيسأل عن المجرم لانه كان مدرس في المدرسة، وبتكون المعلمة بتحسبه انه هنا عشان يطمن على هيون، لكنه بيكون بس عايز يعرف معلومات عن القاتل. وبيسألها اذا كان هو كان بيلبس نظارات ولا لا، وهي بتقول له لا ان هو مش متعود يلبس نظارات. وبعدها بيروح هان بار كان بيروح للمجرم ده وبيسأل صاحب البار اذا كان بيشوفه، وهو قال له انه كان بيجي هنا فعلا.
لكنه كان بيشرب لوحده وبيكون ساكت تماما، ولكن فجأة بيبدأ يكلم نفسه وكان بيشاور على حاجات، وبعدها قال له انه فعلا كان لابس نظارات، ولكنهم فجأة بيلاقوا راجل قاعد لابس نظارة وعمال يعد حاجات، وهو كان فعلا بيشوف الخطوط الحمراء. وبتكون وقتها هيونج ماشية ورا يونج، وبتلاقي انها واقفة مع المدرس، فبتصورهم بسرعة وبتبعت الصورة ليها لكنها مش بتهتم، فهي بياسة وبتبعت الصورة للمدرس اللي بيخاف جدا، وهي بتطلب منه 20 مليون وون علشان ما تبينش الصور دي لحد. وهيون وجيو ماشيين مع بعض، وهيون بتسألها اذا كانت امها عايشة ولا لا، لكنها بتقولها انها ما تعرفش، وبتقول لها اكيد لو انك عايشه كانت هتتصل بيكي. وفي الاخر هيون بتكون محبوبه لانها بتوهها الكل في بعض وما بقتش منبوذه تاني، ويونج بتكون بتراقبها وعايزه تعرف ازاي هي عرفت حاجه زي كده. وساعتها بتيجي جيهو لهيون وهي في الحمام وبتسالها هل هي بتشوف خطوط حمراء من النضاره دي، وهي بتقول لها اه. فجيهو بتقول لها ان الموضوع ده خطر وانها المفروض ما تعملش كده، لكنها مش بتهتم وبتاخد منها النضاره وبتمشي. ولكن بتكون يونج مستخبيه في الحمام وبتسمع كل اللي قالوه، فبتروح وراها بعد كده وبتسرق النضاره من شنطتها وبتلبسها، فبتشوف الخطوط الحمراء دي، ولكن فجأة حد بيجي من وراها وبيضربها على راسها. وفي الوقت ده بتكون هيون اكتشفت ان نضارتها اتسرقت، وهي كانت بتحسب جو اللي عملت كده، فبيتصل بيها وتزعق معاها، لكن جو بتقول لها انا ما عملتش كده. وهيون بتقفل معاها وبتقول لها انا رايحه المدرسه، فبتقلق عليها وبتروح وراها. ولكن هيون رايحة للمدرس لأنها لقت إن المدرس قال لها إنه جمع الفلوس اللي هي عايزاها منه، ولكن لما بتوصل على السطوح المدرس بيقول لها إنه مش هيعرف يجمع كل الفلوس دي، وإنها تخفي الصور لأنه عنده عيلة. ولكن فجأة بيلاقي رسالة من زوجته، أول ما بيفتحها بيلاقي إنها الصورة، فساعتها بيتعصب وبيزعق لها. ولكن ساعتها بتكون جي وصلت، لكنها بتلاقي هيون بتترمي من السطح وتقع ميتة. بعد ما بتقع هيون من فوق السطح بتاخدها جيو المستشفى بسرعة، وساعتها بيجي عمها هان وبيسألها هي ليه راحت المدرسة في الوقت ده. فجيو قالت ليه انها راحت عشان تدور على هيون، وبتقوله انها ما تعرفش ليه هيون راحت في الوقت ده، لكن اللي هي متأكدة منه ان هيون ما انتحرتش. وبعد كده تاني يوم في المدرسة بيكون مدير المدرسة عمال يزعق في المدرسين بسبب حادثة هيون، لكن في مدرسة مش بيعجبها وبتزعق معاه. وبعدها بتدخل جيو الفصل، لكنها بتلاقي ان المتنمرة يونج ما جاتش المدرسة. وبعد كده المدرسين بيلاقوا ان مدرس اللغة الكورية ما جاش المدرسة، فبيستغربوا وبيحاولوا يرنوا عليه لكنهم مش بيعرفوا يوصلوا له. وبعدها بيكون في مدرس اسمه كيم بيسأله واحد من زمايله وبيقول له انت مش كنت بتخطط للجواز امتى الفرح، لكنه بيقول له لا انه مش بيخطط للجواز. وبعدها بيروح المدرس كيم لاخته لانه هيسافر كندا وهيقعد عندها اسبوع لحد موعد سفره. بتكون جي واقفة على السطوح بتبص على المكان اللي وقعت فيه هيون، لكن بتيجي بنت من وراها وبتقول لها ان اكيد موت هيون ما كانش انتحار، وبتكون ماشية معاها وبتتكلم عن هيون، لكن جيو بتشوف ولد لابس نضارة شبه النضارة بتاعت هيون، فبتوقفه وتاخدها منه بسرعة وبتلبسها عشان تشوف هي بتشوف خطوط ولا لا، لكنها مش بتشوف حاجة وترجع للولد النضارة، لكن الولد والبنت بيبصوا ليها باستغراب. وبعدها بيكون رجع المدرس كيم المدرسة، ولكن بيلاقي على مكتبه نضارة، فبيسأل المدرسة إذا كانت تعرف النضارة دي بتاعت مين، لكنها بتقوله إنها ما تعرفش بس أكيد دي ليك طالما على مكتبك. ولكن بعد ما بيلبسها المدرس كيم بيشوف الخطوط الحمراء دي، وساعتها بيتخض جدا، وبيتخض أكتر لما يشوف خطوط هان واللي بيكون جاي عشان يقابل المدرسة، ولكن هي بتتأسف له عشان هي ما خدتش بالها من هيون، لكنه بيقول لها إن ده مش غلطها. وبيسألها عن البنت اللي كانت بتتنمر عليها إذا كانت موجودة ولا لأ، لكنها بتقوله إنها ما جاتش. ولما بيوريها صورة الولد اللي كانت هيون خارجة معاه بتقوله إنه موجود، فبيروح هان يقابله، لكن الولد بيقوله إنه هو ما بيعرفش أي حاجة وإن هو خرج معاه لأنها زنت عليه، ولكن هي فجأة طلعت تجري زي المجنونة وقالت له إن في حاجة ضايعة منها. فلما بيرجع هان إدارة الشرطة بيراجع الكاميرات وبيلاقي يونج وهي بتسرب حاجة من شنطة هيون. وبنرجع للمدرس كيمي اللي بيكون في بيت اخته وقاعد بيتعشى مع اخته وجوزها، لكنه شاف خطوط حمراء طالعه من راسهم، وبيسأله جوز اخته ليه انفصل عن حبيبته فجأة وهم بيخططوا لفرحهم، فقال له انه لقاها بتخونه. ولما بيخرج هو وجوز اخته بيلاقي انه داس على الدور الرابع، فاستغرب كيم ساعتها لكنه بيقول له انه بالغلط، ولكن هو بيشوف خط من راسه بيطلع لشقة من شقق الدور الرابع. بيكون هان في إدارة الشرطة وبيقول له المسؤول إنه لازم يقفل القضية دي لأن مدير المدرسة صعب وإنه يعتبرها قضية انتحار، لكن هان مش بيوافق. لكن تاني يوم في المدرسة بيلاقوا إن الصورة بتاعت يونج ومدرس اللغة الكورية انتشرت في المدرسة كلها، وبعدها بنلاقي إن مدرس اللغة الكورية مات في عربيته،
ولكن هان بيلاقي ان موته مش انتحار زي ما باين، وان الجثة مات من 3 ايام وان هو ما ماتش في العربية. وبعدها بيروح هان للمدرسة وبياخد جيو معاه، بيقعد يسألها عن هيون، لكن هي بتقوله دور على النضارات وهاتها، بعد كده هقولك على كل حاجة. وبنرجع للمدرس كيم اللي بنلاقيه شاف جوز اخته راكب عربيته ورايح مكان، فركب تاكسي وراح وراه على طول. لكن بيلاقي ان هو قاعد في مطعم مع واحده وشاري لها عقد جديد، فبيروح كيم ويتصل بيه، لكنه بيقول له انه بره سيول وانه مش هيعرف يكلمه دلوقتي. واول ما بيطلعوا الاوضه في فندق بيطلع كيم وراه وقفش وهو معاها، ولكنه قال له يديه شويه وقت يصلح الموضوع ويسيب البنت دي. لكن بعد يوم تاني بيكون خلاص كيم ساب حاجاته وماشيين من الشغل، وبيخش يشوف الانستجرام بتاع البنت اللي جوز اخته بيخون اخته معاها، ولكن بيتصدم لما بيلاقيها منزله انها حامل منه. فبيروح جري لاخته وبيلاقيها في عربيته بتخبط بعربيه البنت دي، فبيروح لها بسرعه وبيحاول يهديها. ولما بيجي يزور اخته بيعمل نفسه مش عارفهم وبياخد البنت وبيطلعوا، لكن اخت كيم بتقول له انها هي عشية الراجل ده وان البنت دي مراته. وفي وقت تاني بيكون هان في اوضه هيون بيدور على اي حاجه تثبت انها انتحرت ولا لا، وبتكون جيو راجعه من المدرسه ولقت عرض عمل في فندق، فصورت الصوره ومشيت. ولكن بمجرد ما مشيت جه حد وقطع الاعلان، وهي مروحة بيشوفها هان بيوريها مذكرات هيون وبيسألها إذا كانت هي دي النضارات اللي بيتكلم عنها، وهي بتقول له أيوة. فبيقول له انتوا بتشوفوا ايه منها، فتقول له اس لاين، وانها عبارة عن عدد العلاقات الحميمة اللي عملها الشخص ده. وهو مش بيصدقها في الأول، لكنه مش بيشوف انها عندها ده عشان تكذب فبيصدقها. وبعدها بتكون جي واقفة في مكان ضلمة قدام هيون، ولكن فجأة بتلاقي ضربات قلبها بتقف والخط الأحمر بيختفي، فبتصوت وهي مفزوعة، ولكن بتطلع اصلا كانت نايمه في الفصل وبتحلم. وبعدها بتكون قاعده مع اصحابها وبيسالوها اذا كانت كويسه ولا لا، وهي بتقول لها انها كويسه وانها بتشتغل في فندق ميسينج. وبعدها بنلاقي بنت اسمها ماي بتزعق فيها المديره بتاعته، لكن البنت دي بتكون معاها النضاره اللي بتبان الخطوط الحمراء، وبتشوف ان مديرتها ما عندهاش اي خط، فبترجع على مكتبها وبتعدل الشغل للمديره بتاعتها، لكنها بتكون ماسكه دباسه في ايديها وبتضغط عليها بعصبيه. وبعدها بتكون مي قاعده مع زميلها في الشغل بتتغدى، وبتقول لهم انها عايزه تكون ممثله، لكن هم مش بيبقوا مهتمين. واول ما بيعدي مدرس الموسيقى بيشوفوا البنات وبيكونوا معجبين بيه عشان هو وسيم، لكن ماي بتكون شبه مهووسه بيه. وبعدها بتكون جيو استلمت شغلها في الفندق اللي بيكون سمعته وحشه، ولكن بيجي لها اصحابها وبيقعدوا معاها، ولكنها بتكون تقدر تشوف ان مفيش اي خطوط فوق راسهم. وبعدها بتيجي مي الفندق وبتكون فعلا مغرية من شكلها، وبتكون جايه لوحدها من غير اي حد، وبتاخد اوضه وتطلع ليها. بتكون بتبص لنفسها في المرتبه وهي بتقول له ان نامت مع رجاله كتير ولكن مفيش حد ملئ فراغ قلبها، وانها خايفه انا ما قدرتش انها تحصل عليه. ولما بتكون جيو واصحابها قاعدين على السطوح بيلاقوا ان مي طالعه وصاحيه جيو بتعرفها وبتقول لهم انها من موظفين المدرسه. وبعدها بيكون هان قاعد بيدور في القضيه بتاعت ام جيو، وبعدها بيروح المستشفى اللي فيها هيون، بيسال جيو اذا كان عند هيون خط اس، فهي بتقوله انها خصوصيه شخصيه وانها مش هتقوله، بس هو بيعرف ان هي عندها، وبيقول لها اذا كان هو متصل مع الولد اللي كانت خارجه معاه، قالت له لا، وما بنعرفش هو متصل مع مين، بس مع حد مش من صفهم. وجيو قاعده بتتفرج على الاخبار بتلاقي ان في حد عمل جريمه قتل وهو بيكون لابس النضارات دي، فبتعرف ان في منها ازواج كتير. وبتكون مي ماشيه في المدرسه لكنها بتلاقي موسيقى جايه من اوضه الموسيقى، فبتدخل وبتلاقي جوه استاذ الموسيقى وبتقعد تسمع مع الموسيقى. جيو بتكون مروحه البيت، بيجي صاحبها جين اللي بيكون معجب بيها وبيسالها اذا كانت فاضيه عشان عايز يوريها حاجه. بيوديها المكان بيسين وفاضي، وبيقول لها انه لاحظ انها بتحب الاماكن الخاليه من الناس، ولكن هي فجاه بترمي نفسها في البسين فبينط وراها على طول. بعد كده بيكونوا قاعدين بياكلوا، وقالت له انها بتشوف خطوط حمراء طالعه من راس الناس، وبتسأله هل انت مصدقني، وهو قال لها اه، وسألها اذا كان هو كمان عنده خط، لكنها قالت له لا، لكن هي ما قالتلوش ايه معنى الخطوط دي. وفي اليوم التاني بترجع من نفس الفندق وبتقعد تكلم نفسها وانها جت الفندق ده عشان هي مش كانت بتحسب نفسها حرة، وانها مقيدة بالطيران بس في الفندق ده محدش بيسمعها، وانها اول مرة جت شافت النضارة دي وفعلا لبستها، ولكنها كانت بتقدر تشوف اللي بيحصل في الأوضة اللي قدامها. لكن وهي بتبص شافت استاذ الموسيقى دخل الاوضه اللي قدامها، فبتتصدم لما بتشوف بنت داخله وراه، وساعتها هي بتكون شافت كل حاجه ومصدومه. وبعدها والبنت مروحه بتقول له استاذ الموسيقى انها هتجيله بكره في نفس الاوضه وفي نفس الميعاد. وفي تاني يوم بتبقى هي مستنياهم وبتضرب البنت على راسها بطفايه الحريق وبتربطها وبتاخد هدومها، وبعدها بتروح للاستاذ اللي بتكون حطت له مخدر في الميه، ولكن فجاه هو بدا ينزف من دماغه لحد ما مات. وبعدها بتكون مي في البانيو ماسكه الدباسه بتاعتها بدات تدبس جسمها،
وجيو طلع عشان تنظف الأوض، بتلاقي إن باب الأوضة بيتفتح وبتقع البنت المتكتفة، وبتقول له إن مي ضربتها وسرقت هدومها. وبعدها بيجي البوليس وبيشوف جثة مي، وبيروح هان لجيو وبيسألها إذا كان الحالة دي لها علاقة بالنضارات، ولكن جيو بتقول له إنها ما تعرفش ولا لأ، لأنها كانت على طول بتلبس النضارة في المدرسة، لكن النضارة دي خطر وإحنا ما ينفعش نستثنى حد.